السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الأولى من سلسلة استقيموا يرحمكم الله هتفهم ليه موضوع السكر والتحرر منه مش مجرد نظام غذائي، لكنه طريق للاستقامة في صحتك وحياتك. هتتكلم عن ليه السكر بقى جزء أساسي من يومنا بدون ما نحس، ازاي بيسيطر على العقل والجسم وبيخلي تركه صعب، وإيه علاقة ضبط صحتك واستقامتك على العادات الصح براحة القلب وراحة البدن. الفكرة هنا مش بس ان انت تقلل السكر، لا، الفكرة انك تستقيم صحتك ويرحمك الله ببدن قوي ونفس اهدى وطاقة افضل. الحلقة دي بداية الطريق، ولو كملت السلسلة للنهاية نظرتك للسكر ولجسمك ولعاداتك هتتغير تماما. اشترك في القناة دلوقتي علشان توصلك كل باقي الحلقات اللي انا هنزلها خطوة بخطوة. رحلة التحرر بدأت وانت جزء منها. ايوه، انت اللي بتسمع دلوقتي انت جزء منها، من النهاردة انت جزء منها. يقول الله تعالى: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. هذه الآية قصيرة لكنها طريق حياة كاملة، ويحتاج منك إلى صبر والاستقامة، مش بس في العبادة ولكنها كمان في عاداتك، في أكلك، كمان في عادتك، في أكلك، في اختيارك اللي أنت تختار صحتك. يعني كمان في اختيار لمين؟ لصحتك. تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام، صلى عليه حبيبي، اما تسمع النبي عليه الصلاه والسلام تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. يعني لو اجتهدت في طريق الاستقامة هتوصل لخير كتير جدا، حتى لو ما قدرتش تحصي كل ثمراته. ومن هنا قررت أنا أخوكم العبد لله الفقير إلى الله. ومن هنا كانت بداية السلسلة. ليه بقى؟ ليه كانت بداية السلسلة من هنا؟ لأن يا حبايب قلبي أنا كنت تخين من سنوات عديدة. تمام، الكلام ده من سنين يعني. ماشي. فطبعا لقيت نفسي ان انا محتاج ان انا اخس. وبصراحة كنت عايز اخس من غير مصاريف كتيرة، يعني من غير ان انا مثلا ما الاقي نفسي انا عايز امشي بادوية كتيرة. لا لا لا، ولا شنطة ادوية ولا الكلام ده كله. الموضوع كله خلص زي ما هذكر في الحلقة دلوقتي. وكان يرجع الفضل لكل الكلام ده كله لدكتور كريم علي. صراحة يرجع الفضل لدكتور كريم علي. انا بتابع كريم علي من سنين، وهو الفضل ليا بعد ربنا عز وجل. ربنا عز وجل يعني حط قدامي دكتور كريم علي كده قصادي على اليوتيوب. وبصراحة أنا من أحد المتابعين، ومن أحد أتشرف إن أنا أبقى من عيلة فكر تاني. استقيموا يرحمكم الله. بداية التحرر من السكر، لأن إصلاح العادات وأولها ترك السكر هو جزء من طريق الاستقامة اللي هتغير حياتك كلها. نتناقش في هذه الحلقة في وهم مرض السكر، وأنا أتحدث عن النوع الثاني وعلاجه الأكيد من دون أي نوع من أنواع الأدوية، ما لا تعرفه عن المرضى وعن المرض نفسه وعلاجه، أخطاء الأطباء ومتى يجب تغيير طبيبك. هنعرف هرمون الأنسولين ودوره في المرض والعلاج، هنعرف مرحلة ما قبل السكر، هنعرف أعراضه وعلاجه النهائي بدون أي أدوية، هنعرف الكركم وفوائد أكله، هنعرف فيديو مهم لكل مريض، أو أنت لو مصاحب حد عنده مريض سكر أرجو النشر وتوصيله لأكبر عدد لتصحيح المسار والمفاهيم الخاطئة. ويا جماعة الكلام اللي أنا بقوله دوت موجود من سنين والله، مش لسه مخترعينه جديد، وكل الناس عارفة إن السكر غلط. بس أنا هتكلم معاك النهاردة عن تفاصيل السكر بقى الدقيقة. السكر بقى هنخش فيه جوه السكر ومشاكل السكر وأنواع السكر. بيجي لمين السكر؟ أنت اللي سكر والله. إزاي نعالج مرض السكر؟ هقول لك النهاردة اللي محدش من الدكاترة بيقولوا عليه، اللي محدش من المرضى يعرفه. هتكون حقائق صادمة لكثير من الناس. خليكم معايا لآخر الحلقة، وأرجوكم شيروا هذا المقطع لأكبر عدد من الناس عشان كل الناس تستفيد. شيروا لحد عنده سكر، لو انت ما عندكش سكر شيروا لحد عنده سكر، لعل وعسى ان احنا نوصل الرسالة ديت لأكبر عدد ممكن من المرضى. لو ما عملتش لسه سبسكرايب في القناة اعمل سبسكرايب في القناة. اهلا بيكم. ايه مرض السكر ده؟
ربنا حاطط في الجسم انزيم اسمه الانسولين، حطه مخصوص في جسمنا علشان لما حد ياكل سكر او وجبة فيها سكر عالي، السكر ده لو فضل في الدم الجسم كله يتسمم، الجسم كله بيتدمر من سم اسمه السكر. فربنا خلق انزيم ليه مخصوص ليه؟ وظيفته كلها انه يخلص السكر في الدم. السكر ده يا جماعة نوعين، سكر نوع أول وسكر نوع تاني. السكر النوع الأول ده مرض حقيقي، ما نقدرش نقول ان هو عرض من الأعراض، لا لا لا، ده مرض حقيقي عشان الخلايا بتاعته بتاعت ايه؟ اذكر ايه؟ انا البنكرياس، خلايا البنكرياس ما بقتش تطلع انسولين، صفر انسولين. فلازم المريض ده يمشي طول حياته على الانسولين ومش هيقدر يستغنى عنه. انما كلامي معاكم في المقطع ده عن النوع التاني من السكر. فضلت اكل سكر مرة واتنين وتلاتة وعشرة، واكل نشويات واشرب عصير واضرب بيبسي وجسمي يزيد ومش بعمل رياضة، لغاية ما كل شوية الانسولين يطلع يخلص السكر، يطلع يخلص السكر، كل شوية يطلع يخلص السكر وينزل تاني، يطلع يخلص السكر وينزل تاني. بالظبط الانسولين ده عشان يدخل السكر جوه الخلية عامل زي المفتاح يا جماعة، عامل زي المفتاح. لغاية لما انت من كتر استعمالك للسكر خليت المفتاح ده باظ. المفتاح ما قدرش على ايه؟ على انه يفتح، مش قادر يفتح ياكل الخليه تاني، من كتر ما هو دخل وطلع دخل وطلع دخل وطلع، عمال تفتح في المفتاح وتقفل فيه تاني، تفتح في المفتاح وتقفل فيه تاني، كل شويه لغايه ما ايه؟ ما باظ. فلما السكر يبقى موجود تيجي ذرة انسولين مش كفاية، طب يعمل ايه؟ يزود انسولين تاني. طب كده يا جماعة لما يزود انسولين تاني هيبقى يزود 2 ويزود 3 ويزود 4، طب ما هو مش هيقدر، هيبقى في الاخر 3. طب الانسولين بقى يفضل يعمل ايه؟ يفضل يعلى في الجسم. الانسولين يفضل يعلى ايه؟ يعلى في الجسم عشان يفتح الخلايا ويخلص الجسم من السكر. ويخلص الجسم منين؟ من السكر، عشان اللي هو موجود فين؟ في الدم. وفي نفس الوقت انت انسولينك عالي وهو عمال يخلص في السكر. في وقت من الاوقات خلاص الانسولين تعب، مش قادر ان هو يعمل ايه؟ مش قادر ان هو يأدي وظيفته. مهما يعلى مش قادر يفتح البوابات، مهما يعلى مش قادر يفتح البوابات، فيفضل السكر عالي في الدم. وده يا جماعة السكر ايه؟ تايب 2. هو ده موضع حلقتنا، السكر النوع التاني. وارجوكم، مرض السكر ده ما اسموش مرض، النوع التاني ده ما اسموش مرض يا جماعه، اسمه تايب 2. مرض يعني ايه؟ مرض ده زي المرض الحقيقي اللي هو السكر اللي هو تايب 1، انما ده لا، ده تايب 2. ده ما اسموش مرض وليه علاج. وناس كتير بطلت ايه؟ وناس كتير بطلت ادويه، كانوا بياخدوا ادويه وبطلوها. وكل ادويه السكر مصيبه، كارثه. كل اللي بيروح لدكتور ويقول له عندك سكر تايب 2 خد الدواء ده من غير ما يكلمه في الاكل، دي جريمه، والله العظيم 3 جريمه. الناس بطلت ادويه سكر من زمان في كل العالم. لو الدكتور ما كلمكش على رجيم ولا كلمك على رياضه ولا كلمك انت بتاكل ايه وتشرب ايه، غير الدكتور ده، غيره. سيبوا الدكتور يعالج النوع الاول في السكر. علاج السكر موجود وممكن تعيش، لان الادويه دي بتعمل ايه؟ الادويه دي بتخلي الانسولين يتقوى شويه، يعني تروح للبوابات تقول له معلش والنبي افتح لي الانسولين، افتح للانسولين. مع ذلك برضو الانسولين مش قابل ومش قادر يعمل وظيفته، فالسكر برضو عالي في الدم. هقول لك مثال زي دلوقتي واحد عنده سخونيه في الرئه، فنديله قرص بنادول او اسبرين. القرص البنادول او الاسبرين هيعمل ايه؟ هينزل الحراره. طب هي لما الحراره تنزل الانفكشن او العدوى دي راحت؟ لا، ما لسه موجوده في الرئه. يبقى انا المفروض اعالج البكتيريا اللي في الرئه ولا اعالج الحراره؟ المفروض اعالج ايه؟ اعالج الاساس. ايه الاساس؟ البكتيريا. وكذلك السكر، عندي واحد سكر عالي، طيب انا اعالج السكر نفسه ولا اعالج السبب؟ ايه السبب؟ ايه الحاجه اللي خلت سكري يعلى واوقفها؟ هو ده اللي المفروض يتعالج. تمام. طب اساس مرض السكر ايه؟ اكل السكر واكل النشويات الكتير واكل الرز الكتير، المكرونه. يا جماعه دكتور السكر سيبوه يعالج مرض السكر تايب 1، ده الوحيد اللي ينفع نروح لدكتور سكر. خلاص ما عادش، جسمه ما بيطلعش انسولين.
حلو. انما انتوا روحوا لدكتور تغذيه. انت يا حبيب قلبي اللي عندك سكر انت، او تعرف حد عنده سكر، انصحه يروح لدكتور تغذيه علاجيه. الحل ايه بقى؟ الحل في ان انت تقلل السكر، قلله لغايه ما جسمك يمنعه خالص. مش هيحتاج للانسولين. لما تمنع السكر وتقلله مش هتحتاج الانسولين اصلا. طول ما الانسولين ضعيف السكر عالي. عارف يعني ايه سكر عالي؟ يعني سم في جسمك يا جماعه. مضاعفات مرض السكر 3 حاجات: العين بتبوظ، فشل كلوي، الاعصاب بتبوظ. الاعصاب ما ينفعش تفضل في سكر عالي، مع الوقت بتتسمم وبيجي التهاب الاعصاب الطرفيه. يقول لك ايدي منمله، رجلي منمله، شفايفي، ومش حاسس بجسمي. هو ده سبب ان السكر عالي سنين طويله، وانت عمال تعالج الانسولين وتقوي الانسولين. انما السكر هو زي ما هو بيعلى، ما بينقص. انت مش بتعالج السبب، انت بتعالج العرض. واحنا مش عايزين نعالج العرض، عايزين نعالج السبب، جذع الشجره. بص، عايزين نعالج جذع الشجره. مشكلتك مش مع الانسولين، مشكلتك مع سبب علو الانسولين. اللي يقول لك ينفع تاكل كل البقوليات والفول الكتير وعيش كتير، بيقول لك كل حاجه بس بنسب بسيطه، ده تغيره. ده اجرام، ده اجرام والمصحف يا جماعه. المفروض اجرب في الاكل الاول شهر 2 3 ثم يكتب الدواء. انما كتابة الدواء على طول ديت، يبقى انت عايز تموتني. اي مريض سكر تايب 2 علاجك منع السكر. انت مش محتاج الانسولين، انت بواباتك باظت من كترة استخدام الانسولين. يعني اكل ايه؟ اكل كل حاجة بس بمتوسط. نعمل ايه؟ 1 زيرو سكر، 2 زيرو نشويات، 3 تاكل دهون براحتك، لحوم، اسماك. يا جماعة الدهون مش بتتخن، الدهون الصحية مش بتتخن طالما مش معاها سكريات. طول ما الدهون مش معاها سكريات متقلقش. الفواكه ممنوعة. حضرتك مريض سكر ما ينفعش تاكل فاكهة، تمام؟ ما عندكش قابلية ان احنا ندخل من الدم السكر للخلايا. عشان كده الحل مش في تقوية الانسولين، الحل فين؟ في السكر. عشان كده افتحوا على اليوتيوب وشوفوا واقرأوا. اقرأوا ايه؟ اقرأوا نظام الكيتوجينيك دايت. كيتوجينيك دايت خلى ناس كتير بطلت ادوية سكر. في ناس كتير بطلت ادوية سكر خالص بسبب النظام دوت. ليه؟ ليه بقى بطلوا؟ لان الدهون والبروتين مش محتاج انسولين. وصلت الفكرة؟ زي ما قلت لك، الدهون والبروتين مش محتاج انسولين. بطل تاكل عيش، بطل تاكل سكر، هتلاقي صحتك اتظبطت. الانسولين بيعلى باكل السكريات والنشويات والكربوهيدرات، والفاكهة من الكربوهيدرات. وصلت؟ اظن كده واضحة. طيب هيجي حد يقول لي طيب لو سمحت عايز اشرب بيبس وانا مريض سكر. اشرب بيبس اللي هو خالي السكر، وتأكد ان هي زيرو كربوهيدرات وزيرو كالوري. في مشروبات بيبقى خالية من الكلام ده، بس تأكد على العلبة او على الكنز اللي مكتوب فيها الكلام ده. مش تجيبه وتشرب كده والله المستعان. لا يا حبيبي، اتأكد الاول عشان يبقى انا ايه، يبقى انا ما قلتلكش حاجة غلط. لو خلاص يعني الدنيا ازمت معاك، انما المفروض اصلا ما تشربش، ولا خالي ولا مش خالي. الكنز اصلا مضر. بس واحد يقول لك خلاص انا مش قادر يعني. خلاص يا عم، طالما مش قادر يبقى ما تشربش الحاجه اللي فيها سكر عالي. اشرب يا عم الحاجه اللي فيها زيرو. طيب نفسي في شوكولاته، خد شوكولاته من غير سكر، شوكولاته الدارك. يعني هي الشوكولاته الدارك يا عم الشيخ؟ ما الشوكولاته الدارك ديت ما من غير سكر. طب انت عايز ايه؟ انت عايز حضرتك تتظبط طيب ولا انت عايز ايه؟ اعراض السكر ايه؟ تلاقي نفسك عطشان على طول ومش بتشبع من الميه عشان سكرك عالي. بتاكل كتير جدا، بتاكل كتير جدا ومخك ما بيعطيش اشاره بالشبع. مخك ما بيعطيش اشاره بالشبع، والانسولين عمال يحرق الطاقه، ووزنك كمان بيقل. ماشي. بتخش الحمام كتير بالليل 3 4 مرات. فاهم؟ تمام. امنع السكر ثم كل اللي انا هقول لك عليه. العلاج الكركم. عارفين الكركم يا جماعه؟ حطوا الكركم على الاكل. اعمل يا عم قرص بيض اسمه بانكيك. لو عايز تعرف طريقته ابعت لي وانا اقول لك طريقه البانكيك ايه. بيض بالكركم بالفلفل الاسمر مع حته زبده، من غير عيش طبعا. اكله جميله، فيتامين د وفيتامين سي، كل حاجه جميله. الخضار، ودي حاجه تاخدني في سكه تانية. الخضار بقى هتاكل منه الباميه. حضرتك بتنقع الباميه وتاكل منها 3 4 حبات، بتدمر السكر. والقرفه، عارفين القرفه؟ اشربها طبعا من غير سكر. طب مش عاوز اشرب قرفه، حطها على الاكل. يبقى 3 حاجات اول ما السكر يعلى دولت بينزلوا ايه؟ السكر. الكركم والخضار، وكمان الباميه من الخضار، والقرفه
بتظبط الايه السكر كده. انت معاك 3 حاجات. اشرب قرفه كتير او حطها على الاكل. معانا بقى حاجه كمان منفصله عن 3 حاجات دي، وهي التوب الحلقه: خل التفاح. مرتين او 3 في اليوم مع كوب ميه كبير، وتشربه بشاليمو، عشان حامضيه الخل بتبوظ السنان. حضرتك عايزين الخل يخش من الشاليمو لبقك على طول، والباميه زي ما اتفقنا. طيب انا عايز اقول لك على حاجه حصلت مع دكتور كريم علي، وانا بستشهد بيها في الحلقه. احد المستمعين عارف قال له ايه؟ قال له: انا طول عمري سكري واطي، ورحت للدكتور قال لي اكل سكريات كتير مصيبه. ويا نهار ابيض، يا نهار ابيض. تخيل كده واحد سكره واطي راح للدكتور قال له كل سكريات كتير. دي مصيبه اقسم بالله العظيم 3 يا جماعه. في حاجه اسمها هاني مول دايابيتس ميليتس. هاني مول دايابيتس ميليتس يعني ايه الكلام ده؟ يعني شهر العسل. يعني قبل ما الواحد بيجيله سكر الانسولين بيفضل شايط في السماء. زي ما قلت لك الانسولين يشوط في السماء زي ما قلت لك قبل كده، مش راضي يدخل الايه، مش راضي يدخل في الخلايا عشان ياكلها. البنكرياس يفضل يزود الجرعه والانسولين مش شغال. البنكرياس تخيل يفرز انسولين والانسولين نفسه مش شغال، يفضل يزود تاني وتالت ورابع وخامس، ويفضل يزود الجرعه فيحرق الجلوكوز اللي عندك. فطول على طول المريض ايه، سكره 40 50 60، يقعد ايه ينزل فسكره على طول يفضل ايه، يفضل واطي. سكره يفضل ايه، يفضل واطي. فيقول له كل سكر. يا نهار ابيض، دي مصيبه سودا، ولا دي مصيبه سودا ازاي بس؟ ما علينا. فانت يا حبيب قلبي ماشي، سكرك واطي، ده بيدخلها في حيطه. انت فاهم؟ انت فاهم بيحكي ايه الدكتور كريم علي؟ ده الدكتور اللي قال الشخص ده كده، ده دخله في حيطه. يعني بدل ما كان مثلا لا قدر الله كان السكر هيجي له مثلا بعد شهرين 3، ده عايز يجي له بكره. ده بيستعجل المرض، ده عايز يوديه في داهيه. ما دام السكر واطي، كل حاجه تعلي السكر، كل حاجه تعلي السكر بالراحه على وقت طويل، بس مش سكريات طبعا. ما اقصدش ان انت تعلي سكرك بالسكريات، قصدي بالنشويات المفيده. ايه النشويات المفيده؟ زي الرز البني، المكرونه كامله الحبوب الغامقه، مكرونه الشوفان. الحاجات دي تعلي السكر بالراحه ببطء. اللي عنده اعراض السكر الواطي، قبل ما اخش في الاعراض، مش قادر على الرز البني ولا مكرونه الشوفان ولا مكرونه حبه كامله، ما تاكلش سكريات. ما تاكلش سكريات. علي سكرك بحاجات تانية. امنع السكريات خالص. ممكن تاخد خبز عشان تفضل تعالج لغايه ما سكرك يظبط، بعد كده تمنعه وتعيش صحي. واخد بال سيادتك؟ انما ما تعليش سكرك بالسكر، لا. لو مش عارف تمنع السكر، ومفيش سيولة مادية معاك انك تعيش على الحياة الصحية، تعمل ايه بقى؟ يبقى معيش فارقة، يبقى اكل بقى عيش وملح بقى وسكريات ووضيع؟ لا. قلل بقى، قلل الخطر بقى على نفسك، قلل الخطر على نفسك بقى. يبقى انا بدل ما كنت باكل 3 حاجات بيودوا جسمي في 60 داهية، يبقى انا اعمل ايه؟ اخليهم 2 لغايه ما ربنا عز وجل يهديني ويتولاني. تمام، والاثنين دول كمان يتشالوا وربنا يوسع رزقك. طول ما انت عايز تحافظ على صحتك ربنا يوسع رزقك. ما تمنعش خل التفاح، خل التفاح بيظبط الدنيا. وما تمنعش الباميه زي ما قلنا، والكركم، كل الحاجات دي بتضرب السكريات يا جماعه. فما تقلقش، هتعرف تمنعه والله. لو منعت السكر بس حياتك تتظبط لغايه ما ربنا يكرمك وتمنع كمان الدقيق والملح. اللي عنده اعراض السكر الواطي ده من الانسولين الزياده دي معناها ايه؟ انه هيخلص خلاص. ده في الاخر الجسم زي ما بيقولوا كده ايه، يعني ايه، خلاص بيفرغ نفسه بالعربي كده، بينتهي. مش قادر خلاص يطلع اخر حبات انسولين معاه. حلو، يعني بعد كده يخش في دايابيتس، الانسولين مش هيشتغل. ده ياخدنا لايه بقى؟ انك تعمل ايه بقى؟ الرياضه. بصوا يا جماعه، الرياضه دي اصلا انا هعمل لها فيديو لوحدها. بس الرياضه عامه بتقلل الانسولين، بتخلي الانسولين يخش بكفاءه عاليه جدا ويشتغل بكفاءه عاليه جدا. لازم تمشي شويه. الانسولين بيعلى ليه؟ بسبب الاسترس. شفت بقى انا عايزك تركز معايا. الانسولين بيعلى بسبب الاسترس اللي هو الضغط العصبي يا جماعه. الضغط العصبي بيجيب سكر والله. لما الكورتيزون يعلى، اول ما الكورتيزون يعلى ايه اللي يحصل؟ الانسولين ما يقدرش يدخل الخلايا، فيبقى مريض سكر بالاسترس. يبقى هو اتعصب، الكورتيزون بتاعه عالي. لما الكورتيزون عالي الانسولين ما قدرش يخش الخلايا، فيقوم جايله سكر بالعصبيه.
هتقول لي الحياة كلها عصبية يا عم الشيخ، نعمل ايه؟ خد مغنيسيوم يا حبيبي، فوار، بيتاخد في كل الصيدليات. وانا يعني لا انصح بالحاجات المصرية انك تجيب الحاجات المستوردة، بس احنا عشان نتكلم في ان احنا ايه، السيولة المادية، ففي مغنيسيوم بيتباع في الصيدليات، مغنيسيوم ستريت، خده. حت... ولازم تنام كويس، تنام 8 ساعات، بيقلل الكورتيزون. لازم تمشي في الهواء الصبح، حاول تمشي، حاول تمشي، ما تقول لي العوادم بتاعت السيارات وتحاول، حاول تنقي مكان تمشي فيه، حاول، هتلاقي والله لو سعيت هتلاقي السعي ده. اسعى يا عبد، وانا ايه، وانا اسعى معاك، انت بس خليك من قلبك كده ان انت عايز تسعى، ربنا يوفقك. انا كده لميت لكم اول جزء في الحلقه، ولخصت لكم على قد ما اقدر الكلام اللي انا استفدته من دكتور كريم علي، مستمد كامله من كل اللي انا اتعلمته من الفيديو بتاعه، وهبقى احط لكم رابط الفيديو بتاعه في اول تعليق في اليوتيوب. السكر علاجه اول حاجه الاكل، ثم الاكل، ثم الاكل الصحي طبعا. الانسولين في حالة السكر 2 جريمة، ما تاخدش انسولين لما يكون عندك سكر تايب 2. واي مرجع هتعوز ترجعه من حلقتي هترجعه لدكتور كريم علي، انا ما بجيبش حاجة من عندي. اكل النشويات بكمية قليلة جريمة، لان النشويات مفيدة، النشويات المفيدة تكتر منها، والخضار زي ما قلنا والكلام ده كله. اللي ما يكلمكش عن ايه، اللي ما يكلمكش عن تظبيط الاكل قبل ما يكلمك عن الادويه ويكتب لك ادويه، ده سيبه واتركه، جريمه، ده مش دكتور، ده عايز يتاجر بصحتك. الناس اللي هي ماشيه على الكيتوجينيك دايت خفوا 100% من السكر. ولو عايز نظام الكيتوجينيك دايت هيجي معانا في كل الفيديوهات، هيجي دورة السكر هنتكلم فيها عن الكيتوجينيك دايت بتفصيل. وفي نهاية الحلقة أحب أقول لك ونذكر بعض بقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأول خطوة للتقوى إنك تمسك زمام نفسك وعاداتك، تمسك زمام نفسك وعاداتك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خلي إرادتك بالله قوية، إن شاء الله أنا همنع السكر وهلعب رياضة وحياتي هتبقى كويسة، وربنا عز وجل هيوفقني لكل حاجة خير. وقوتك مش بس عضلاتك، قوتك هي اختيارك، قوتك انك تقول لا للشيء الذي يضرني. دي كانت بداية رحلتنا، لو كملت معانا السلسلة بإذن الله هتشوف التغيير قدام عينك. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة عشان تشوف كل الحلقات الجاية. ورحلة التحرر بدأت من دلوقتي، وما التوفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه ينيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.